السلام عليكم الإخوة، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناتكم جيني سيفيل بالدارجة. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة تسجيل مباريات الأمن الوطني لمختلف الرتب، وطريقة ملء الاستمارة واستخراجها وما بعد الطلب. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا هاد المراحل كاملين. أول حاجة بغيت نبه عليها إخوان، قبل ما تبدأ في الطلب ديال التسجيل، وجد المعلومات ديالك كاملين، حتى لاكارت ناسيونال ديالك، هي المعلومات ديالك كاملين يكونوا مضبوطين. بالنسبة للشواهد ديالك، شواهد اللغة ولا شواهد ديال البكالوريا ديالك ولا جميع الدبلومات ديالك يكونوا عندك في شي PDF، كلشي يكون موجود عندك باش دوز العملية ديال التسجيل بسلام. نبداو على بركة الله. آآ أول حاجة كنبداو بها كندخلوا للموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، كنجيو لهنايا غادي تلقاو الرابط في رابط الوصف، نجيو تعبئة طلب التسجيل. غادي نلقاو هنا مختلف الرتب: عمداء الشرطة، عمداء الشرطة الممتازون، ضباط الشرطة، ضباط الأمن. حنا غادي نخدموا على حراس الأمن. بالنسبة للطريقة ديال التسجيل، راها طريقة وحدة بالنسبة للرتب كاملين. الاختلاف اللي كاين بيناتهم هما الشروط ديال كل رتبة من هاد الرتب كاملين. نجيو لهنا اقرأ المزيد، كتلقاو هنايا في الصفحة ديال المديرية الأمن الوطني كتلقاو جميع المعلومات على كل رتبة. بالنسبة لحراس الأمن كيقول لكم آخر أجل اللي هو 1، تلقاو الشروط، تلقاو الاختبارات الكتابية، اختبارات شفوية، اختبار الرياضة. يعني المعلومات كاملين بالتفصيل على كل رتبة من الرتب اللي طالبينهم هاد السنة. ملء الاستمارة، حنا اللي كيهمنا في هاد الفيديو هو ملء الاستمارة. أما بالنسبة للمعلومات الأخرين ديجا شرحناهم في فيديوهات سابقة. ندوزو لهنايا كيقول لك بأن أنك توافق على الشروط العامة لاستعمال المعلومات الشخصية ديالك. أوافق. المرحلة الأولى من الاستمارة هو المعلومات الشخصية. كنجيو لهنايا كنكتبو البطاقة الوطنية، كنجيو لهنا كنكتبو الاسم الشخصي باللغة العربية، هنايا باللغة الفرنسية. المعلومات كاملين باللغة العربية وباللغة الفرنسية، هادو كاع اللي كتلقى عندو تما يعني أوبليجي خصك تعمرهم. وكاينين المعلومات اللي غيكونوا ثانوي. بالنسبة لهنايا غادي تكتب لا دات دو نيسونس، تاريخ الازدياد بالفرنسية العربية، اللي غتكتب نوع الجنس واش ذكر. بالنسبة للناس اللي مدوزين التجنيد غادي يتبعوا هاد القضية. الناس كاع اللي مدوزين التجنيد غادي يكون عندهم واحد الامتياز على الناس الآخرين. المرحلة اللي موراها هما الناس اللي خدامين في الإدارات العمومية، ديجا خدامين في الجامعة ولا العامية ولا المهم خدام في إدارة عمومية وبغا يتحول يخدم في الجهاز الأمني، يدير نعم ولا لا. برك على المرحلة الثانية، هادو كاملين كمعلومات شخصية. أنا غادي ندوز للجيد ديال المديرية العامة للأمن الوطني. المرحلة الثانية هي العناوين. بالنسبة للعناوين كتكتب العنوان ديالك هنا باللغة العربية والفرنسية، موراها المدينة اللي مقيم فيها، كتكتب لادريسة ديالك فين ساكن بالعربية والفرنسية، ورقم الهاتف كتكتب جوج ديال أرقام الهواتف، واحد ديالك وواحد ديال أحد الأقارب. محسوبًا شي مرات يقدر يتصلوا بيك وما يكونش عندك، وواحد الحساب إلكتروني جيميل اللي تكون مفعّلو مزيان وكتدخل. المرحلة الثالثة هي إدخال الشهادات والدبلومات اللي قلت لكم الإخوان تكونوا موجدينهم على شكل PDF. كتكتب التخصص والمستوى ديال الدراسي، كتكتب النوع ديال الشهادة، معدل، الميزة باش هاداك الدبلوم واش très bien ولا bien ولا passable، يعني واش جيد ولا حسن جدًا ولا شنو المستوى. يعني الميزة باش خديتي داك الدبلوم، كتب المدينة اللي فيها المؤسسة اللي قديتي فيها، هي ديال المؤسسة، والتاريخ ديال لجنة المناولة. كدير التأكيد، موراها كندوزو للمرحلة الرابعة اللي هي إدخال اللغات اللي كتقنها.
يا إما اللغة الفرنسية، اللغة الإسبانية ولا الإنجليزية. كتحدد المستوى ديالك، واش عندك واحد شهادة اللي كتثبت شهادة ديال أنك قاري هاد اللغة هادي. تقدر تكون شهادة إلكترونية بحال هاد المواقع ديال تعلم اللغة الإنجليزية، تدخل كتقرا كتفاليدي لي كور أونلاين gratuit، كيعطيك واحد الشهادة إلكترونية حتى هي يمكن لك تلقاها هنايا مع التاريخ فوقاش ديتي هاديك الشهادة والاسم ديال داك الموقع ولا داك المؤسسة اللي خديتي فيها داك شهادة اللغة. المرحلة الرابعة هي إدخال بعض المعلومات اللي هما ثانويين بحال أبناء القدماء المحاربين، واش من القدماء المحاربين، واش من مكفولي الأمة. القول ديالك تكتب واحد السؤال سيري، هاد السؤال السيري خاص مزيان بحال اسم الكتاب المفضل، شي حاجة مثلًا أول مرة سافرتي، أول مرة درتي شي حاجة، المهم تكتب نتايا السؤال اللي غتعقل عليه وتحط الجواب ديالو حتى هو تعقل عليه، وراه كتدخل هاد 4 ديال الأرقام كإثبات أنك راك ماشي روبو. المرحلة اللي هي تأكيد المعلومات، يعني قبل ما تأكدوا الإخوة المعلومات راجعوا المعلومات ديالكم كاملين اللي كتبتو باش ما تطيحوش في الغلط، حيت كيقول لك هنا بعد الضغط على زر التأكيد لا يمكن تغيير معطيات استمارة التسجيل، يعني ميمكنلكش تبدلها. غيعطيوكم هاد الكود هذا، هاد المرجو حفظ رمز التسجيل ضروري لتتبع طلب، هذا هو باش ديروا التتبع. عقلوا عليه مزيان الإخوان، سجلوه ولا صوروه في التليفون ديالكم. موراها ندوزو للمرحلة ديال الطباعة، حنا بغينا نطبعو هادوك الاستمارة اللي عمرنا حنايا. باش نطبعوها نكونو كنديرو الطباعة، موراها اش كنديرو كنمشيو لأقرب مركز ديال الشرطة، يا إما مقر الشرطة الإقليمية ولا الجهوية ولا الدائرة اللي حنا دافعين ليها واللي قريبة لينا، باش كنديرو استكمال التسجيل. كتعطينا هاد لي فورميلير دانسكريبسيون، هادي هي الفورميل دانسكريبسيون. موراها كندوزو للمرحلة ديال المباراة والالتزام، الدعوة باش يصيفطوا لي لانفيتاسيون ولا الكونفوكاسيون، باش يصيفطوا لك داك الكونفوكاسيون كيصيفطوها لك في الميل. موراها كيصيفطوا لك بعد التوصل المترشح برسالة نصية قصيرة، كيصيفطوا لك واحد يا إما في التليفون ولا في الميل، يتوجب عليه الاطلاع على طلب التسجيل الخاص به لطباعة دعوة اجتياز المباراة. يعني فاش كيصيفطوا لكم الدعوة الكونفوكاسيون كتيريها وكتيري مع هاد الالتزام. هاد الالتزام على أساس أنك هاد الالتزام كتعمر هاد المعطيات ديالك بأنك انت ما غاديش تغش، ما غاديش تجيب معاك تليفون، ما غاديش تبادل المعلومات مع شي واحد. المهم هادو هما اللي كيصيفطوا لكم حتى هما كتيريهم بجوج، سوا الكونفوكاسيون اللي فيها المعلومات ديالك كاملين مع الالتزام. موراها كنديرو التتبع ديال الطلب ديالنا، يعني حنا غندوزو بزاف ديال المراحل، الكتابي، الشفوي، الرياضة. هادو مراحل كاملين ديما كتكون نتا تدير داك التتبع ديال الطلب ديالك. كتدخل غير للموقع، كدير تتبع طلب، كتجي لهنايا إلا بغيتي دير تتبع طلب كدير تتبع طلب التسجيل، كتكتب الرقم البطاقة الوطنية ديالك، رقم التسجيل اللي قلنا خصكم تحتفظوا به بهاد الأرقام هادو على أساس أنك راك ماشي روبوت، وكدير البحث وتيعطيوك يعني المرحلة اللي وصل لها الطلب ديالك. إلا في حالة ما إلا نسيتي الرقم ديال الكود كدير نسيت الكود وكيصيفطوا لك هما طريقة باش يعني باش كتصيفط لهم واحد الإثبات، يا إما عبر الميل يا إما عبر الهاتف كود ولا باش كيقولوا باش بينا راك انت هو مول هاد الحساب ديالك. كنتمنى الإخوان نكون وصلت لكم المعلومة كاملة، واللي عنده شي تساؤل في الطريقة ديال التسجيل ولا شي معلومة على هاد الموضوع هذا ديال التسجيل في الأمن الوطني يتصل يكتب لنا في لي كومونتير وحنايا على الإشارة.